انا فاتحه ازاي يا ماما؟ ايه ده؟ طب دهبي فين؟ قصدك ايه يا ماما؟ بقول لك ايه، بدل ما نشك في حد. مالك في ايه يا بنتي؟ ماليش يا عمر، ماليش. في ايه؟ احكي لي. مفيش، مش عارفه، قلقانه كده ومش مطمنه. يا ستي رواقي، كل حاجه تبقى تمام والله. ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ ايه ده هروح افتح. استنى، مين؟ انا قلبي بعوض منك. مين؟ استغفر الله العظيم يا رب. اهو يا باشا، عادل الايجار اهو. ده مزور يا ابني. مزور ازاي؟ مزور يا ابني. انا ماضي على وصولات امانه ومدي ده اخد 5000 جنيه. يعني ايه مزور؟ ده مزور. بص، في خلال 24 ساعة لو جيت ولقيتك في الشقة هنا بكراكيبك دي أنا هضطر أبلغ البوليس. يا فندم ازاي؟ ما عنديش كلام. انا كلامي خلص. محمد هو اللي ماضي معايا. روح تتفاهم معاه ولا تشاور معاه، ماشي؟ ولا قوة في إلا خلال بالله. 24 ساعة اجي ما الاقيكش ولا الاقي العفش ده، وريني اللي اسمه محمد ده عشان انا هطلع على البوليس دلوقتي اعمل محضر. في ايه يا عمر؟ انت سمعت كل حاجه. انا مش عارف ازاي، امال مين اللي انا مأجر منه ده واخد عربوره ومضله على وصولات امانه. على العموم محلوله. هنروح عند امي، يخش غير الفستان ده ونروح نقعد عندها في البيت بتاعها. نقعد عند ماما. طب هنقول لها ايه طب يا عمر؟ يا ستي انا اقول لها امي هتشيلنا، ما تقلقيش، سيبيه على الله. حاضر، هخش غير هدومي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلش يا ماما ان احنا ازعجناكي في وقت زي ده يعني، بس انت شايفه جت ليله دخلتنا، والله يسامحه. راجل نصب عليا ومش عارف اروح فين، فجيت لك ياما. يا ابني، ما انا ياما قلت لك يا حبيبي اقعد معايا هنا واتجوز معايا في شقتي، على الاقل هتملى حياتي. وانا مش عايز اتقل عليكي يا ماما. هتقل عليا ايه؟ ما اختك اتجوزت وسابتني يا ابني وقاعده لوحدي، ودي بنت هيت، ما فيش فرق بينها وبين اختك. انت اللي كنتش راضي يا عمر. يا ماما المصاريف بعد تبقى تقيل عليكي يا ماما. يا ابني المعاش ما شاء الله بتاع ابوك يكفينا وزياده كمان، في ايه يا عمر؟ والله يكتر خيرك يا ماما يا بصراحه. حبيبتي البيت بيتكم يا بنتي، في ايه؟ وانا يعني زي ما انت شايفه كده. هو زاد علينا ايه بقى؟ هي فاطمه برضه ياما، يعني بنتك التانية وهتخدمك في اي حاجه، واكل ما تنعيش اهم اي حاجه. لا، انتوا ما تقلقوش من اي حاجه خالص، واللي انتوا عايزينه عينيا الاثنين لكم يا ابني. كفايه انتوا هتملوا عليا البيت يا الله ولاد. يديك حبيبتي الصحه يا يا ماما. ماما. ربنا يخليكم ليا يا رب. طيب تعالى يلا أوريك خش اوضه الأوضة. اختك اللي انت عارفها، واوضتك انت كمان فاضي. دي الاوضه دي لما اختي بتيجي بتقعد فيها، كده زي ما قلت لك البيت بيتك خلاص. احنا برضو مش عايزين نتقل عليها يا عمر. يا ستي ونلحق دي نشوف امي الشقة. بقى، دي امي، سيبيها على الله. لا لا. ده الدولاب اللي هتحط فيه هدومك، وزي ما وريتك المطبخ والحمام والاوضه التانية. خلاص، تمام؟ ناوي ان الشنطه دي حاطه الهدوم في الدولاب. ايه ده؟ ايه ده يا عمر؟ بسم الله ما شاء الله، كل ده ذهب؟ بصي الدهب ده بتاع امي، وامي قطتها جمل زي ما بيقولوا، ما بتحبش حد تلعب في حاجتها. الله، بس ده عندها دهب ما شاء الله كتير قوي. يا ستي ربنا يزيدها. يا رب. ومين اللي جاب لها كل الدهب ده يا عمر؟ ده بتاعها من ابويا، هي عيناه ومحتفظه بيه. بعد اذنك ما تلعبيش في حاجه. لا اهو احنا مش هنلعب فيه ولا حاجه. طيب حطي حاجتك في الضرفه التانية دي. تمام. تمام. اهلا وسهلا، ازيك يا ابني؟ اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ازيك يا ماما؟ حبيبتي يا شوشو، وحشتني عامله ايه؟ والله. عامله ايه يا حبيبتي؟ معلش بقى يا ماما هنتقل عليكي. لا يا حبيبتي، فرصه سعيده، حتى اخوك عمر هنا ومراته هي كمان. تقعد عندك بس يا ماما عشان خاطر بس ايه الحمل والكلام ده انت كله، عارفة وتبقى انت الظروف جنبها ان شاء الحمل. يا الله. حبيبي ده تنورنا، البيت بيتها يا ابني. هنزل 5 دقايق بس اجيب الشنطه من العربيه وهرجع ماشي لكم يا تاني. ابني حبيبتي، هات الحاجات وحشتيني. كلها. وحشتيني يا وانت قلبي. كمان والله يا ماما. تعالي يا ما حبيبتي، تزعليش بقى، تعالي. هتقل عليكي شويه. اخس عليكي يا ابني، ما تبدوش الكلام ده عشان ما ازعلش منك يا بنت. ماشي يا ماما، مش قايله. ده هنرجع لايام زمان كمان تاني. امال عمر ومراته فين؟ هتلاقيهم في الاوضه جوه. وحشني قوي. تعالي طب يلا، نقعد مع بعض تعالي. بقول لك يا حبيبه قلبي، ايوه. ما تقومي تلبسي وتيجي معانا تهيسه شويه في الفرح. لا يا ماما، انت عارفه انا ماليش في الدوشه ومش قادره اروح في حته بصراحه. طب بقول لك ايه يا ماما، انا نسيت اجيب دهبي كله بقى عشان يبقى شكلي حلو قدام الناس كده. هدخل اخد دهبك من الدولاب كله، ماشي؟ العلبه كلها تحت امرك يا عين امك. تسلمي لي يا ماما يا حبيبتي يا رب. خشي يا حبيبتي البسي براحتك. ماما شيلت. لقيته والله. بقول لك ايه يا ماما، ايه يا حبيبتي؟ هي الناس في الفرح بقت تبص وتضحك عليا ليه؟ هو انا في حاجه غريبه؟ في حاجه غريبه؟ ما اعرفش، هو في ايه؟ طيب ايه ده يا شيماء؟ ايه يا ماما، في ايه؟ الدهب ده يا بنتي مش هو الدهب بتاعي، ما حاسه انه متغير. ده دهبك انت ادرى بيه. لا يا ما بنتي، ده أعرفش. حتى مطفي يا حبيبتي. ايه ده؟ بصي بتاعت انا فاتحه ازاي يا ماما؟ ايه ده؟ طب دهبي فين؟ قصدك ايه يا ماما؟ بقول لك ايه، بدل ما نشك في حد، يلا بينا على الساغي يا بنتي نشوف ده ايه.
انا مش قاعده معاكم يا ماما، اسالي لي في البيت، انا مالي. لا يلا يا شباب ماشي بسرعه يا هاجي بنتي معاكي يلا. طبعا، يلا يا لهوي انا امال الدهب راح فين؟ انت بس يا ماما اهدى ايه؟ انت كده اتاكدتي ان الذهب ده مش بتاعك، ومين اللي قاعد معاكي هنا في البيت غير عمر ومراته؟ يبقى مراته هي اللي حراميه. لا يا بنتي ما تقوليش كده، عمر ما مدي ايدش على طب مراته؟ انا ايوه ايه ده؟ اصبري بس يا ماما، هتندهله ولا اندهله انا؟ لا اهدى يا عمر يا عمر. انت يا سي عمر يا جماعه بقول لك يا ابني الدهب بتاعي بقى فالصو، يعني مش بقى دهب بتاعك. صيني. الذهب متغير يا عمر، مين اللي عمل كده غير مراتك الحراميه؟ بنتي اللي حراميه. انت اللي حراميه. احترمي نفسك، انا مش حراميه يا حبيبتي. وانت ليك عين انا طالعه تتكلمي. من بيت عينه مليانه ومش محتاجه ان انا انت اخد ليك حاجه. عين تتكلمي. ايوه ليا عين لما تتصدمي ان اللي واخد الدهب اخوكي مش انا. انت بتقولي ايه انت؟ بقول لك ايوه ايه؟ انا ما غصبتكش يا حبيبي ولا ضربتك على ايدك، الدهب انت اللي واخده وهتلاقي الفاتوره عند اسمعي يا السايق. بنت انت، عمر اخويا ما يسرق الذهب. بقول لك ايه اللي بيني وبينك اهدوا بقى، السايق. انت اللي خدت الدهب ده ولا لا؟ ايوه هتشوفي باسمه السايق، هناك الفاتوره باسمه يا حبيبتي. لك يا عمر، انا شايفه ان الذهب ده يا اخويا معلش يعني امك ولا بتلبسه ولا بتسال فيه، واحنا في احتياج كل جنيه، ودي ظروفك منيله ازاي يعني؟ يعني حد يعملنا امانه كده ويدخلنا البيت عنده حتى لو كانت امي واحده؟ يعني انت امك بتلبسه يا ستي حتى لو ما بتلبسوش دي امانه. يا سيدي احنا مش هنعمل حاجه، احنا هناخده نفك بيه زنقتنا وهنبدله بدهب تاني، ولما نفك بيه زنقتنا نبقى نيجي ده نرجعه. التاني اللي هو دهب صيني. ايوه يا عمر، في ايه؟ ما تشغل مخك شويه، هو انت شايف الدهب ده كله ممكن يحل مشاكلنا قد ايه؟ لا ما ينفعش، دي امانه ودي امي، هو حد غريب عشان اعمل كده؟ اديك قلت امك يعني مش حد غريب، ما كنتش معلش يعني تعشم فيه، ما كنتش تعشم فيه من بس يا عمر. وبعدين ممكن تتهم في اختي. ليه تتهم في اختك ليه؟ ولا اي حاجه، ولا احنا ولا اختك، هو مفيش الا احنا اللي بنيجي البيت، ما في بتاع الغاز والكهرباء والسباك، هو بيت امك بيخلص، ده صراحه ده مفتاح الحبايب. وبعدين صح يا اختي، كده كده مش فارق معايا، مبسوطه وجوزها وغنيه مبسوط. ومش محتاجه، لكن احنا اللي حالنا بالبلا وظروفنا واقعه، فليه بيبقى قدامنا خير ومش عايزين ناخده؟ طيب سيبينا نظبط الموضوع ده ونشوف هنعمل ايه. حطي بس خلاص. الحاجه مكانها دلوقتي وانا بنفكر في الموضوع ده. غيري بس كده عشان تلاقي تساعديها في حاجه البيت بره. حاضر حاضر. يا عمر اللي خدت الذهب. رد عليا. ايوه كانت ظروفه وحشه وخده وباعه. بس هي اللي لعبت في دماغي يا ماما، الشيطانه دي هي اللي قالت لي ان انت ظروفك يعني ربنا مديكي واختي متجوزه واحد مبسوط في يا حياته. ساتر يا رب، ربنا ينتقم منك يا شيخ. طب انت انا استخسرت فيك حاجه؟ لو قلت لي هات الدهب يا ماما هقول لك لا. اهدي بس يا ما ماما. هو كله هيبقى بتاعك ده انت. مش طلعت انت حراميه شطانة. لوحدها، ده هو كمان مش انت طلع متفق معايا يا حرام. بنتي؟ وانا كنت غصبتك يا اخويا، ما انت كل ما انا حاجه سمعت حاجة كلامك بالمزاج. عشان انت ما بتشبعيش، عايزه فلوس عايزه فلوس عايزه فلوس. يعني يا حبيبي انت اللي محدش طول ما عايزه فلوس، انت اللي كنت عايز فلوس وانت اللي كانت ظروفك وحشه. يعني ربنا انت يا ينتقم عمر منك لو بقى، ما عايز تزعلش حاجه امي من ماما مني. مش كان هتديها لك بدل ما تسرقوها ليه انت كده؟ والست انا اسف يا ام مراتك؟ حياتي. اسف ايه يا عمر؟ خيبتي املي، امشي من وشي، امشي من وشي. ماشي يا اخويا انا ماشيه من الجنه. خيبتي املي يا عمر فيك يا عمر، دي تربيتي يا ابني يا اللي انت خسارة يا بتقوله. عمر يا خساره. وشاش ام عليك من اول يوم مشيت من شقتك يا عمر، حرام عليك يا ابني حرام عليك. بقول لك ايه يا ماما ماما، انت سامحيني، مش ابوس هينفع ايدك، تقعدي هنا ابوس اصلا ايدك. تاني. يلا يا عمر ابوس ايدك سامحيني. مالكش امان، ماما مالكش انت هتيجي امان. تقعدي معايا، مش هتقعدي مش هسيب شقتي، هو اللي يمشي من هنا، انا مش هسيب شقتي. انا همشي بس سامحيني يا ماما. مش هسامحك مش هسامحك، امشي من هنا يا عمر من قدامي. يا ماما ماليش في الدنيا غيرك يا ماما، بالله عليك والله العظيم هي اللي لعبت في تسرق دماغي. امك يا عمر، ده يرضي ربنا يعني. انا ما سرقتهاش، انا بدلت الدهب وقلت طب لما كنت الظروف قول لها، هتتعدل لو انا انت محتاج حاجه كنت اقول لها كان هتديها هي لك. اللي الشيطانه لعبت في عيني يا بنتي دماغي. مش قادره اعمل ايه، ما بسكر ولا اعمل اي حاجه. ابوس ايدك ارضي امشي عني يا عمر والنبي من يا ماما. قدامي، امشي يا عمر، خيبتي املي فيك، خيبتي املي فيك يا ابن بطني، حرام عليك اللي انت عملته فيا، حرام عليك. الله يسامحك. بقول لك ايه يا عمر، انت عايز تقعدها معاك تاني بعد اللي حصل ده؟ لا بس امك ترضى عني. امي ترضى عنك؟ ما تزعليش مني يا ماما، ما تزعليش مني، انا عارفه ان انا خنت الامانه اللي انت سبتيها. دي قصه فيلم النهارده، دي قصه اتحكت لنا، وللاسف الام فقدت الثقه في ابنها وكله كان بسبب الزوجه، وطبعا هو غلطان والزوجه غلطانه. ويقول لك سامحيني، ما تسامحيني، لا. هموت بالحر، هموت عشان ينفع اسامحه بعد اللي عمله من ورايا؟